شو كنت مضطر تعمل بطفولتك لحتى تحس إنك محبوب؟ كنت لازم تنجح، تسكت، تساعد، تبين إنك قوي؟ أنت أدرى. لكن المفاجأة إنك لليوم لساتك عم تعمل نفس الشي، لأنه عقلك لسه مفكر إنه لازم تضل تكسب الحب بنفس الطريقة. حلقة اليوم عن طفولتنا، عن أشياء غريبة عم نعملها، وعن الحقيقة المخباية وراها. كل واحد فينا تعلم بطفولته بطريقة خاصة كيف يكون محبوب. بس السؤال، هل لسه فعلا لازم نكمل نحب وننحب بهالطريقة؟ خلينا نشوف. ما حدا فينا بيحب بدون شروط، حتى لو منقول انه بالنسبة إلنا الحب غير مشروط. بالحقيقة كل حدا فينا تعلم من عمر صغير من طريقة التعامل بينه وبين أهله انه الحب له شروط. لازم تعمل شي أو تقول شي أو تكون قوي أو تساعد أو تنجح إلى آخره لحتى تنحب. بهاي الحلقة رح نرجع شوي لورا لدرجة نرجع على أول مكان تعلمنا فيه كيف نكون محبوبين، ورح نكتشف إنه في كتير تصرفات غريبة عم نعملها اليوم هي ببساطة تكرار لنفس الشروط القديمة يلي كبرنا عليها. بس لليوم عقلنا الباطن لسه مفكر إنه إحنا أطفال ولازم نضل ننجح أو نضحي أو نرضي إلى آخره كرمال نضل محبوبين. رح نحكي كيف هالشي عم يأثر على علاقاتنا، وشو ممكن نعمل لنتحرر ونختار طريقة حب أنضج وأطيب لإلنا. أنا معتز بلا سبب، وهذا بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحن وعن الناس اللي حبيناهم واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. جرب تسأل حالك هالسؤال، سؤال كتير بسيط بس ممكن يغير نظرتك لكل شي. شو كنت مضطر تعمل بطفولتك لتاخد حب أو اهتمام؟ شو كانت شروط الحب بعيلتك؟ هل كان لازم تكون ناجح أو مؤدب ولا قوي؟ ولا يمكن كان لازم تكون ضحية أو حتى فاشل؟ الله أعلم. كل تصرف غريب عم نعمله اليوم بيخبي وراه صفقة قديمة، عقد وقعناه ونحن أطفال من دون ما نعرف. عقد بيقول انجح وإلا منطنشك، ضل حدي وإلا رح صير وحيد، ارضى بتصرفاتي وإلا ما رح حبك، ساعدني اطلع من اكتئابي وإلا بموت وبختفي. من هالحكي هاي أمثلة بسيطة. مثلا في ناس بيصرفوا ملايين ما بيحتاجوها بس لأنه كانوا مضطرين يثبتوا وجودهم بهالشكل. في ناس بيفشلوا بكل علاقة حب لأنه عقلهم بيقلن إنه الحب الحقيقي خطر. في ناس مثلا بيتصرفوا بطريقة مثيرة أو مستفزة بس لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي كانوا يحصلوا فيها على الانتباه. وفي ناس ببساطة ما بيعرفوا يكونوا حقيقيين. كل هالقصص إلها جذور مزروعة بعمق بطفولتنا، بالمكان اللي تعلمنا فيه شو يعني نكون محبوبين. طيب هلأ الخبر الحلو إنه نحن كبرنا والماضي ما عاد لازم يحكم حاضرنا. لما ننتبه لهالأنماط بالعلاقة اللي اسمها أنماط التعلق، ونصير نقدر نختار شي مختلف، ونصير نقدر نحب من غير شروط مجنونة، نطلب الاهتمام من غير ما نرجع نتصرف مثل الأطفال، وننقي شريك ما بيذكرنا بالألم بل بالعكس بيحسسنا بالطمأنينة. الحرية الحقيقية هي إنك تحب مثل ما أنت، مو مثل ما كنت مجبور بالطفولة. إذا في شي واحد لازم نعمله بعد هالحلقة فهو إنه نرجع نطلع على تصرفاتنا اليومية ونسأل حالنا بصراحة، هل عن جد هاد أنا؟ ولا هاد شي تعلمته أو اكتسبته من زمان، من وقت ما كنت طفل مشان حدا يحبني؟ ما عاد لازم نضل نعيش بشروط الحب يلي فرضتها علينا الحياة ونحن صغار. اليوم صار فينا نختار نحب بطريقة حقيقية، نختار نطلب الاهتمام بدون خجل، ونبني علاقات فيها صدق وراحة، مو تمثيل وتعب. إذا حسيت إنه هالكلام لمسك، شارك الحلقة مع حدا بيحتاج يسمعه، واكتب لي بالتعليقات شو أكتر شي كنت مضطر تعمله بطفولتك لتشعر إنك محبوب. أنا معتز بلا سبب، وبشوفكم بالحلقة الجاي. سلامات.